طاهر بن جلون المسؤولية للرئيس إيمانويل ماكرون في تدهور العلاقات بين فرنسا والمغرب. وقال الكاتب المغربي خلال مقابلة له مع قناة إسرائيلية: ماكرون قلل من احترام ملك المغرب. هذا ما علمته من مصادر موثوقة للغاية. وأضاف بن جلون: إن قضية برامج التجسس الإسرائيلية بيغاسوس هي أصل برود العلاقات بين الزعيمين. وأضاف: اشتكى ماكرون من ذلك، فرد الملك قائلا: أعطيك كلمتي بأنني لم أتجسس عليك، هذا ليس أسلوبي. وأجابه ماكرون: بعض الأشياء لن أقولها هنا. أجابه بطريقة غير لائقة، وهو الأمر الذي لم يعجب الملك، لأنه أعطاه كلمته الشرفية ولم يصدقها ماكرون. ومنذ ذلك الحين انقطعت العلاقات. وتابع بن جلون قائلا: بعد ذلك أرسل ماكرون ستيفان سيجورني رئيس مجموعة رينوي أوروب منذ عام 2021 إلى البرلمان الأوروبي لاتخاذ قرار مناهض للغاية ضد المغرب، ولم يكن ذلك من قبيل الصدفة. وقد سبق للحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن اتهم سيجورني بالوقوف وراء القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي في 19 من يناير، والذي دعا إلى إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين في المغرب.